مساء الفل. فيديو جديد، والنهارده هكلمكم عن شفرات الفلامينكو للوش. الموضوع كان انتشر قوي، وخصوصا انه كان فيه نوع من انواع الدعاية، فظهر عليه كلام كتير قوي. اول حاجة خلينا اوريكم شكل الشفرات اللي بتكلم عليها. الشفرات دي بالمناسبة فيها نوعين، في نوع اوريجينال وفي نوع كوبي، وفي كمان منها هاي كوبي، لكن هي مش فارقة كتير عن بعضها، الفكرة واحدة. هما بيكون باكت كده وموجود فيها 3 شفرات جنب بعض. في نوع من الشفرات بيكون بيتقفل زي ما انتوا شايفين، ونوع تاني بيكون مفتوح ما بيتقفلش اصلا. سواء ده او ده، برضو الفرق الوحيد ان اللي بتتقفل بتكون انضف شوية، بنعرف ان احنا نحافظ عليها بعد الاستخدام. طيب بصوا، الشفرات دي عموما الاصلي منها بيكون ياباني، بتكون في حدود 150 جنيه حاليا. اما اللي مش اصلي منها بتكون في حدود 20 جنيه، وموجودة في كل مكان. عايزة اكلمكم بس بكل مصداقية عنها. بس خليني اقول لكم المفروض لما بنستخدمها ازاي. طبعا احنا لما بنيجي نستخدمها بنستخدم الاول كريم مرطب او اي نوع من انواع الكريمات الخفيفة. ما ينفعش خالص ان احنا نستخدم كريمات تقيلة. بنبدأ من تحت لفوق، مش من بنبدأ اقصد من فوق لتحت، مش من تحت لفوق. يعني الصورة دي بالطريقة دي كده غلط. ده بيخلي الشعر يجدر مكانه، مش بنحس ان الملمس ناعم. لكن لما بنعملها من فوق لتحت بيكون الموضوع انعم معانا. في حاجة مهمة قوي لازم نكون عارفينها، ان هي ما ينفعش نستخدم نوع من انواع الزيوت التقيلة او من انواع الكريمات المرطبة التقيلة، لان ده بيسد المسام ومعانا بيطلع حبوب. المفروض ان الفلامينكو بتطلع جلد ميت بالطريقة دي. طيب الموضوع ده بقى كله، او الفيديو ده كله انا عاملاه لكم عشان ايه بالظبط؟ عشان اقول لكم ان خلينا متفقين ان الشعر بعد تاني يوم تقريبا بيبتدي ان هو يطلع، او تالت يوم بالكتير بنحس ان ملمس البشرة مش ناعم، حتى لو هو كان ناعم من بعد الفلامينكو على طول. في ناس بيطلع معاها حبوب، وده بيكون من الشيفنج نفسه. يعني في ناس الشيفنج فعلا في وشها بيطلع لها حبوب، فهو مش احسن حاجة للبشرة الحساسة. خلينا كمان متفقين انه احيانا بيجيلنا احساس بانه الشعر كتر، وده ما بيكونش ان الشعر بقى كتير، لكن فكرة ان الشعر كله طالع في نفس الوقت، غير فكرة الفتلة لما الشعر بيطلع على فترات ومش مع بعضه. لكن لما بيطلع بنفس الوقت كده بنحس ان الشعر بقى كتير، جذوره كلها باينة، فبنحس كمان بملمس خشن. فبالتالي لو انتوا حسيتوا الملمس ده او مش عاجبكم كده، يبقى الطريقه دي مش مناسبه ليكوا. طيب امتى تبقى مناسبه معايا؟ في حاله ان مفيش اي نتيجه، اي وسيله تانية نافعه او بتديني نتيجه كويسه، ولا فتله ولا واكس ولا اي حاجه. فبنلجأ بقى للموضوع ده، لكن بيكون فيه شويه احتياطات، اهمهم ان احنا بنستخدم حاجه خفيفه والطريقه اللي انا قلت لكم عليها، وبعدها بنمشي دلجه، وبنستخدم كمان كريم مضاد حيوي علشان ما يطلعش اي حبوب. وبرضه نكون متوقعين النتيجة بتاعت ان الشعر هيكون طالع بطريقة جذوره كلها كتير، فممكن نحس ان هو اتقل. وكمان الاستمرارية ان احنا هنعملها كل 4 أو 5 ايام، اللي بيقول شهر ده يا جماعة ما بيحصلش، انتي اصلا مش بتشيلي الشعر من جذوره. اهم حاجة بقى في الموضوع ده ان هي فعلا بتدينا احساس ان البشرة بقت منورة اكتر، لان هي فعلا بتشيل الجلد الميت. علشان كده لو احنا بنعرف نستخدم اي وسيلة تانية ممكن نمشي عليها الشيفنج بس عشان الجلد الميت، هيبقى النتيجة تحفة. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، استنوني في الفيديو الجاي.